السلام عليكم. لست مهتما بهذه الفترة بانتقاد مجلس الأمة الحالي أو انتقاد أسلوبه، وإن كنت أعد قائمة طويلة جدا سيكون لها وقتها ولكن جلسة الأمس تاريخ 25/5 أقر المجلس قانون يدعوني أن أتكلم عنه، لأني أعتقد جازما أن الحكومة والتجار سيستنزفون هذا المجلس للرمق. سبق لهذا المجلس أن أقر قانون الشركات 332 مادة أقرت بسويعات، حتى أن رئيس اللجنة فيصل الشايع قال مهلوني حتى الجلسة القادمة أسبوعين ندرسه، لم يعطى هذا الحق. والقوانين التي يستغرب المواطن كيف يقرها مجلس أمة منتخب من قبل الشعب كثيرة، وكما وعدتكم سيكون لها وقتها بالتفصيل والشرح بإذن الله. لكن جلسة الأمس هذا المجلس أقر بمداولته الأولى أمس قانون البلدية، رفع مخالفة السكن الخاص من 50 دينار إلى 500، وخفض مخالفة التجاري والاستثماري من 10,000 إلى 1000. كما قلت خفض مخالفة التجاري والاستثماري من 10,000 إلى 1000 دينار. يعني أنتم مجلس تبع التجار ولا تبع المواطن؟ للأسف المجلس التفت عن نقاط جدا مهمة في هذا القانون، مثل مشكلة الطلبات المتراكمة الإسكانية، مشكلة العزاب، مشكلة الشويخ الصناعية. في القضايا الشهيرة اللي كان اسمها قضايا القطبيضة، النيابة العامة أثبتت أن هناك نواب تضخمت حساباتهم، ولكنها عزت حفظ هذه الشكاوى لأن ليس هناك قانون. تأكدوا تماما إذا كان هناك حكومات تدفع مقابل تمرير مشاريعها، فإن هناك تجار يدفعون مقابل حماية مصالحهم. ما قلت لكم سأتكلم عن هذا المجلس وعن رزاياه وعن مصائبه وعن مشاكله والقوانين التي وضعها في وقته، لكني أتكلم اليوم عن هذا الموضوع لأن هناك مداولة ثانية في شهر 7. ستكون لإقرار هذا الموضوع مداولة ثانية في شهر 7. المطلوب منكم أنكم تسألون هؤلاء النواب كلمة واسأل أقول ليش تقر هذا القانون، وشنو مصلحتك وشنو دوافعك، لأن المتضرر الرئيسي هو المواطن والمستفيد الرئيسي هو التاجر. نبي نسأل التجار مثل ما سألنا في البداية، أنتم مع من بالضبط؟